اهلا بيكم في فيديو جديد في كورس تعليم قيادة السيارات مع كابتن ياسين. النهارده هعلمكم ازاي نظبط قعدتنا، وهيكون معايا عربية مانوال. طيب العربية المانوال بالذات لازم اظبط عن طريق الدبرياج، لان دوسة الدبرياج، تعالوا ندور كده العربية. بص هتلاقي دوسة الدبرياج مختلفة شوية. لو دوست دبرياج هنا كده للاخر هلاقي انها رجلي بتبعد قوي عكس الفرامل والبنزين. بص الكفة، انا بمجرد ليه، لان الفرامل البنزين هي حاجه حساسه قوي، فبضغطه صغيره كده هلاقي ان رجلي قريبه قوي عكس الدبرياج. طب انا بدوس دبرياج لازم ابعد رجلي قوي. طب كده يبقى انا هقرب. هنا في جزء هنا كده في عندي زي نظام حديدتين، الحديده اللي على الشمال دي لو انا رفعتها لفوق هلاقي ان الكرسي بيريح معايا لتحت، فده هيفرق معايا في الايه، ان انا ابقى شايف رؤيه لفوق شويه او لا. او لو انا مثلا قصير قوي لازم ان انا اقعد رافع الكرسي لفوق عشان ابقى قاعد مستريح شويه وابقى طايل الحاجات اللي تحت. الجزء التاني بيقرب معايا الكرسي لقدام وبيرجعه لورا بنفس الطريقه دي. طيب انا دوست دبرياج لقيت نفسي بعيد، هطلع سنه قدام تاني. اهم حاجه يكون في كسر في الركبه هنا، طول ما في كسر معايا في الركبه هلاقي ان انا بدوس وبشيل وانا مرتاح قوي، مفيش بعد في المسافه بيني وبين الدبرياج. طيب خلينا متفقين كده. بص كده قرب معايا هنا كده، ان انا على الثلاث حاجات اللي تحت انا عندي على الشمال دبرياج، على الشمال دبرياج، وفي النص فرامل، واليمين ده البنزين. طيب الثلاث حاجات اللي تحت دول خلينا متفقين انها ما ينفعش خالص استخدمهم ببطن الرجل، لازم طول الوقت استخدمهم بوش رجلي. وش رجلي هو المكان اللي بيبقى فيه حساسيه عندي، فهحس بالضغطه بتاعتي وانا بضغط على البنزين او الفرامل او الدبرياج. طيب دوست هنا بالدبرياج. انا عايز بقى اوريك تريكايه بتحصل مع اي حد، مع اي شخص مبتدئ. عايز اوريك ايه اللي بيحصل معاه، ان هو بيبقى فاهم ان انا لازم ارفع رجلي سنه سنه، وده صح فعلا، ان انا لازم ارفع رجلي سنه سنه من على الدبرياج. بس بيحصل معاه مشكله. ايه المشكله؟ ان هو هنا كعب رجله ثابت على الدبرياج. طول ما هو كعب رجله ثابت وهو بيرفع سنه 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 هيلاحظ ان الكفه، بص الكفه وصلت فين؟ لبطن رجله. طول ما هي واصله لبطن رجله. بص بقى التركايه دي، لما يجي يضغط تاني هيلاقي ان النقله بتاعته صعبه قوي، مش عارف ينقل في الفتيس، لان هو عنده ايحاء ان هو دايس للاخر، بس هو اصلا مش دايس للاخر. طيب نرجع تاني نجرب بقى الطريقه الصح. الطريقه الصح ان انا وش رجلي على الدبرياج، وارجع ارفع كعب رجلي من على الارض وادوس تاني، وارجع ارفع كعب رجلي تاني من على الارض وادوس تاني. هي دي الطريقه الصح. يبقى انا كده ظبطت رجلي. وانصح اي حد لسه بيتدرب جديد في الكورس معايا، بقول له خلال 6 شهور ما ينفعش خالص يشيل رجله من على الدبرياج. طول ما هو لامس الدبرياج كده، طول ما هو فاكره، الحاجه اللي بتلمسها بتفضل فاكرها. لو ريحت رجلك وعملت كده او بعدت كده هتتعامل مع العربيه كانها اوتوماتيك، هتدوس فرامل وهتدوس بنزين بس. طيب تعال نرجع تاني بقى. احنا كده ظبطنا رجلينا الشمال. نرجع بقى للفرامل والبنزين. في ناس بتستخدم الطريقه دي. الطريقه دي هتخليك تضغط جامد، وبخلاف كده اعصاب رجلك هتوجعك، لان رجلك بص مرفوعه، كتله رجلك مرفوعه عن الارض خالص. طب الطريقه الصح ازاي؟ انا كعب رجلي بيبقى قصاد الفرامل، وبنقل وش رجلي من الفرامل للبنزين، والعكس. انقل وش رجلي من البنزين للفرامل، ومن الفرامل للبنزين. بص الطريقه بقت سلسه ازاي. وليه بحط كعب رجلي قصاد الفرامل؟ لان الوش دايما بيخرج لبره. الوش دايما بتاع رجلي لازم يخرج لبره، ما ينفعش يخش لجوه. يعني انا لو جربت حطيت كعب رجلي قصاد البنزين كده هلاقي ان انا مش عارف احكم رجلي كده. حتى انت جربها وانت معايا كده في الفيديو، جرب ان انت تحرك رجلك كده، هتلاقي ان انت وش رجلك ما بيخشش لجوه، بس لو حطيته قصاد الفرامل هيخرج لبره. عشان كده هي دي التريكات اللي احنا بنديها في الكورس، بتلاقي الموضوع ماشي معاك سلس ومفيد قوي. طب احنا كده خلاص ظبطت القعده بتاعتي تحت. لو انا بقى قاعد مكان شخص طويل، ايه اللي هيحصل معايا؟ اول حاجه هلاقي ان انا ايدي مفروده قوي على الدركسيون كده. هنا في فرده في الدركسيون جامده قوي في ايدي. طول ما ايدي مفروده بالشكل ده هلاقي اللفه معايا تتحرك بصعوبه قوي، مفيش لفه اصلا في الدركسيون كويسه. وغير كده ايديا مش متحكمه قوي في الدركسيون. طب اظبطها ازاي؟ بص في تريكايه لذيذه قوي. انت تحط ايدك هنا، الجزء ده بتحطه هنا، وافهمك ليه دلوقتي. وارفع الظهر لحد ما يظهر ان الظهر عندي ورا، وانا ايدي لسه هنا في المكان ده. لما اجي امسك تاني هلاقي ان انا في كسر هنا. الكسر اللي في كوعي ده هيساعدني قوي ان انا الف ايدي يمين وشمال. بص بقى في مرونه معايا جامده
في اللفه في الدريكسيون. ملخص الفيديو النهارده في 5 تريكات. اول تريكايه معايا ان انا ازاي اظبط قعدتي عن طريق الدبرياج وان يكون في كسره في الركبه معايا. تاني تريكايه ان انا استخدم الثلاث حاجات دول عن طريق وش رجلي مش بطن رجلي. طيب تالت تريكايه معايا ان انا بدوس دبرياج وارفع كعب رجلي لفوق. رابع تريكايه معايا ان انا كعب رجلي قصاد الفرامل وانقل من الفرامل للبنزين ومن البنزين للفرامل. خامس تريكايه وهي ازاي اتحكم في الدركسيون بطريقه سلسه، ان انا بحط ايدي هنا واظبط ان انا لسه ايدي هنا وظهري مسنود ورا، فكده لما ارجع امسك تاني هلاقي ان في كسر في الكوع عكس ما يبقى فيه ايديا مفروده مش هعرف اتحكم. لو في كسر في الكوع هقدر اتحكم في الدركسيون بسلاسه. اشوفكم في فيديو جديد.